تستعرض هذه الخلاصة التباين الصارخ بين الأمجاد التاريخية للمملكة المغربية وسياسة الغدر الممنهجة للنظام الجزائري منذ معركة الاستقلال وصولا إلى المأزق الدبلوماسي الراهن. أولا، المغرب مهندس وملاذ الاستقلال الجزائري. لولا الدعم المغربي اللامحدود بجميع أشكاله، لكان استقلال الجزائر مجرد سراب. لقد تحركت المملكة بدافع الشرف، مضحية بمصالحها وأبنائها من أجل أخوة اتضح أنها كانت من طرف واحد فقط. مقر القيادة في وجدة، قدم المغرب سيادته للجزائر قبل أن تصبح دولة، حيث تحولت مدينة وجدة إلى العصب المركزي لجيش التحرير الوطني الجزائري. وهناك وجد ما يسمى بجماعة وجدة، بمن فيهم بوميني وبوتفليق، الحماية والمأوى والتكوين. ترسانة الثورة كانت الأراضي المغربية قاعدة لوجستية كبرى، حيث عملت ورش سرية لتصنيع الأسلحة والمتفجرات في تطوان والناظور بأقصى طاقتها لتزويد المقاومين الجزائريين. التضحية الترابية للملك محمد الخامس بنبل قل نظيره. رفض السلطان محمد الخامس التفاوض مع فرنسا لاستعادة الأقاليم المغربية المغتصبة تندوف وبشار، طالما كانت الجزائر محتلة، مفضلا الثقة في وعد الإخوة على التحالف مع المستعمر. الزاند الدبلوماسين والإعلامات جار المغرب صوت المن لا صوت له. فمن شمال المملكة كانت صوت المغرب العربي تبث نداءات المقاومة. ودوليا كان الملك محمد الخامس والأمير مولاي الحسن أول المدافعين عن القضية الجزائرية في الأمم المتحدة. التضحية الرياضية، تحدى المغرب المؤسسات الدولية، وتعرض للإيقاف من طرف الفيفا بسبب تنظيمه مباريات لدعم فريق جبهة التحرير الوطني. إيواء القادة، في عام 1956 كانت طائرة مغربية هي التي تنقل قادة جبهة التحرير بن بلة ورفاقه، مخاطرة بمواجهة مباشرة وشاملة مع الجيش الفرنسي. ثانيا، الجزائر، قرن من الجحود والطعنات الغادرة. منذ عام 1962 حول النظام الجزائري دين الامتنان إلى عداء مستحكم وهوس مرضي. حرب الرمال 1963 حزين بمجرد حصولها على الحرية، نكرت الجزائر وعودها الحدودية وشنت حرب الرمال للاحتفاظ بالأراضي المغربية التي سرقها الاستعمار. المسيرة السوداء 1975 حزين، عمل يتسم بقسوة لا توصف. في يوم عيد الأضحى طردت الجزائر 350 ألف مغربي، وجردتهم من كل ممتلكاتهم وفرقت بالقوة بين الأطفال ووالديهم. وصمة عار إنسانية أبدية. سم الانفصال. أنفقت الجزائر مئات المليارات من دولارات البترول لتمويل وتسليح ميليشيا البوليساريو، مفضلة خنق المغرب العربي وتجويع شعبها من المواد الأساسية على استقرار المغرب. التخريب الطاقي استهدف الإغلاق الأحادي لخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في 2021 إغراق المملكة في الظلام، وهو فشل ذريع أمام صمود المغرب. السرقة الثقافية والهوياتية. لافتقاره للتاريخ، يحاول النظام الجزائري اليوم السطو على التراث المغربي، القفطان، الزليج، والطبخ. لا يمكن سرقة 1000 سنة من الحضارة بالمراسيم والبروبغدا. التربية على الكراهية. يحقن النظام الجزائري السام كراهية المغرب منذ المدرسة الابتدائية للتغطية على إخفاقاته الداخلية. العجرفة الجزائرية والعزلة النهائية. الجزائر بعجرفتها المفرطة تجاه جميع جيرانها هي الخاسر الأكبر في التاريخ اليوم، وقد حكمت على نفسها بأن تكون دولة منبوذة في المنطقة. الخلاصة النهائية لا تقبل الجدل. عند اندلاع الصراع القادم، وهناك الكثير من المؤشرات في الأفق مع الغرب، لن تجد الجزائر أي مساعدة من دول الجوار. حتى لو كانت تحتضر، لن يحرك أحد إصبعا لمساعدتها. دول الجوار ليست مستعدة لتكرار نفس الخطأ للمرة الثانية لمساعدة بلاد الشيطان. بينما يحترق نظام الجزائر بنيران الحقد، يمضي المغرب قدما بنجاحاته العالمية: تنجى المتوسط، القطار فائق السرعة، الطاقات الخضراء، وانتصاراته الدبلوماسية النهائية في صحرائه. الأسد يتقدم والظلال تضطرب. عاش المغرب عزيزا قويا وسيدا.